السلام عليكم. يلا نعمل مع بعض بسبوسة. بسبوسة المحلات هنعملها بطريقة أشهر المحلات. شكلها لوحده كفاية، دايبة دوب، مظبوطة جدا. إن شاء الله هتعجبكم لما تجربوها. أنا هنا عملت بالمكسرات وخدت قطعة حطيت عليها قشطة رائعة. هنعملها هتاخد لون من جوه في منتهى الجمال. يلا بينا على الطريقة. أنا هنا عندي بندق وعسل ومية ولبن وسكر وسمنة، وهنا نص كيلو من الدقيق السميد. يلا نبدأ بالمقادير على بعض. أول حاجة هبتدي أعملها وهي السكر المكرمل، وده اللي هيديني اللون الحلو اللي في الداخل. أنا هنا نزلت بكوباية من السكر وعليها ربع كوباية من المية ومعلقة عسل نحل، ممكن عسل جلوكوز، وهرفعهم على النار من غير ما ألمس فيهم معلقة. أول ما يوصلوا معايا بالشكل ده هنزل بكوباية إلا ربع من السمنة. أنا هنا استخدمت سمنة بلدي. هبتدي أقلب بالمضرب بتاعي لحد ما يوصلوا بالشكل ده. تاني خطوة هنزل بنص كوباية من الحليب وابتدي أقلب لحد ما يوصل معايا باللون ده. وهنا الخليط بقى جاهز معايا، هنزل بيه على البسبوسة على دقيق السميد بالشكل ده، وابتدي اقلب بسباتولا برفق جدا عشان البسبوسه ما بتتعجنش، عشان تديني الترميله الحلوه دي. هنا كانت جاهزه معايا. هجيب بقى صينيه انا بطنتها بورق زبده، ابتدي افرد البسبوسه برفق، اوزعها بالسباتولا، واخر حاجه هظبط شكلها من فوق بايدي. ادخلها على فرن درجه حراره 180. هتاخد بالظبط نص ساعة و5 دقايق. انا هنا بدأت اقطعها من على الوش، ما نزلتش لتحت، وحطيت عليها المكسرات النية. عملت 3/4 بالبندق والربع الاخر بالفستق، عفوا اللوز مش الفستق. هبتدي بقى احضر السيرب بتاعها في نص التسوية. كوباية ونص سكر، عليهم كوبايتين مية وعصرة ليمونة، وبرده مش هلمس الكازرولة بأي معلقة خالص. هنا البسبوسة نضجت معايا بالكامل، البسبوسة سخنة والسيرب بتاعها سخن. ابتدي احط كل الكمية اللي احنا جهزناها مع بعض، وان شاء الله البسبوسة ناجحة فهتتشرب السيرب بكل سهولة. هنا شربت كل السيرب بتاعها وقطعتها بالشكل ده. مش قادرة اقول لكم قد ايه ريحتها حلوة قوي وطعمها اجمل، ودايبة وواخدة لون حلو قوي من جوه. بجد هتعجبكم، اتمنى من كل قلبي الوصفة تكون عجبتكم. يلا جربوها وانا واثقة انها هتعجبكم ان شاء الله.